أخبار الشعب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي جريدة أخبار الشعب أينما كنتم، دائما جريدة أخبار الشعب فهي من الشعب وإلى الشعب وصوت الشعب. اليوم الموضوع ديالنا غادي يكون متميز وغادي نتكلموا على واحد الحالة كتعرفها الشوارع ديالنا المغربية، ألا وهي موضوع التروتينات الكهربائية. تروتينات كهربائية فهي سلاسة في التنقل، تساؤل شروط السلامة. أضحت كذلك التروتينات الكهربائية في السنوات الأخيرة إحدى وسائل النقل التي تعرف تناميا في عدد مستعمليها من مختلف الفئات السنية وشرائح اجتماعية. فعلا مشاهدينا الكرام، التروتينات الكهربائية أصبحت منتشرة وسط الطرقات المغربية. وما الفائدة منها؟ اسمعوا معنا مزيان. في ظل الاكتظاظ والازدحام الذي تعاني منه شوارع العديد من المدن، يشهد سوق المركبات المزدوجة بمحرك كهربائي ذات استعمال الشخصي أو التروتينات الكهربائية إقبالا متزايدا، كونها وسيلة نقل عملية تتيح سهولة وسلاسة في التنقل، لا سيما في أوقات الذروة. وعكس ما يعتقد البعض، تعد التروتينات من بين الاختراعات التي يزيد تاريخها عن قرن من الزمن، حيث كانت النسخة الأولى مزدوجة بمحرك بنزين بخزان صغير في المقدمة بسرعة تناهز 32 كيلومتر في الساعة، ثم خرجت إلى حيز الوجود نماذج أخرى بدون محرك تعتمد على الجهد العضلي لراكبها، قبل أن تعود مؤخرا مزودة بمحرك كهربائي وتفرد نفسها عبر عالم. وبفضل عدد من الخصائص التقنية والعملية، لعل أبرزها خفة وزنها وإمكانيتها وسهولة كذلك قيادتها، خاصة في الطرق المزدحمة وبمداها الذي يتراوح ما بين 15 و 30 كيلومتر بالشحنة الواحدة من كهرباء. يتنامى الإقبال على هذه المركبة الصديقة للبيئة أولا كحل لتخفيف من الضغط التنقل الذي يسم الحياة المعاصرة فعلا. وفي المقابل يطرح استعمال هذه الوسيلة التي صارت الشوارع والأزقة تضيق بمستعملها جملة من الإشكالات، سواء المتعلقة منها بغياب نص قانوني ويؤثر استعمالها أو باستيفائها لشروط السلامة، خاصة أن بعض نماذج هذه المركبة تصل لسرعات عالية ولا تنسجم وكفاءة وهندسة تصميمها. فعلا مشاهدينا الكرام، بمحطة القطار بالرباط المدينة كما هو الشأن بمجموعة من المحطات بعدد من الجهات ديال المملكة، اعتاد عدد من المواطنين ممن يتنقلون بين محلات سكناهم وعملهم بواسطة القطار على استعمال التروتينات من أجل التنقل التكميلي، مستعفين بها عن وسائل النقل التقليدية. فعلا. وفي هذا الصدد قال عبد الإله وهو ابن مدينة الرباط ويشتغل بإحدى المقاولات بالدار البيضاء إنه اعتاد استعمال التروتينات كوسيلة للتنقل التكميلي بين محل سكناه ومحطة القطار رباط المدينة، وكذا بين محطة القطار الدار البيضاء ميناء ومقر عمله، مشيدا بمزايا هذه المركبة وفي مقدمتها ربح زمن ثمين في التنقل وتقليص من أعبائه. وأوضح في تصريح مقتضب لوكالة المغرب العربي مثبتا التروتينات الخاصة به التي أصبحت إلى جانب الهاتف والحاسوب أحد مستلزمات عمله اليومي، أنه يستعمل نموذجا لا تتجاوز سرعة القصوى 25 كم في الساعة وتستغرق إعادة شحنه بالكهرباء في المنزل ما بين 3 ساعات ونصف ساعة و4 ساعات، مشيرا إلى وجود نماذج أخرى يمكن أن تصل سرعتها إلى حوالي 60 كم في الساعة. وعند سؤاله حول استعماله لوسائل السلامة والحماية وخاصة الخوذة الواقية، أكد أنه يحرص على استعمالها لا سيما بعد تعرضه لحادثة سير تسببت له في جروح بالغة في غياب تأمين يغطي مصاريف الاستشفاء أو قانون يؤثر استعمال هذه المركبة. استعمال لا يخلو من مخاطر، ونبه إلى استعمال وسيلة نقل هذه لا يخلو من مخاطر خاصة في غياب مسارات خاصة بها على مستوى الطرقات والشوارع الكبرى، كما أن غياب قانون مؤثر لاستعمال هذا النوع من المركبات يجعل من الصعب الحد من الفوضى التي قد يسببها بعض مستعمليها بالشارع العام. وعلى صعيد متصل، أكد رئيس مؤسس لمرصد المغربي للسلامة الطرقية
والتكوين المهني نور الدين بوطيب أن المرصد وتفاعلا مع انتشار مركبة التنقل الشخصي بمحرك أطلق مجموعة من الحملات الميدانية التحسيسية والتوعية بالفضاءات الطرقية لإبراز الشروط والخصائص التقنية الواجبة توفرها في هذا المركب. وأوضح بوطيب في تصريح مماثل أن المرصد يستهدف الشباب بالخصوص من أجل تقديم مجموعة من النصائح المتعلقة باستعمال الخوذة الواقية التي تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، وبعدم تغيير القدرات التقنية لهذه المركبة من أجل الزيادة في سرعتها وذلك لتفادي حوادث سير مميتة. ومهما يكن من الأمر فإن الفوضى وتهور بعض مستعملي التروتينات الكهربائية والتي أضحت تشكل مصدر قلق العديد من المواطنين سواء الراجلين منهم أو السائقين، حدت بالوزارة الوصية على القطاع إلى إسراع في تقنين استعمال هذه الوسيلة وغيرها من وسائل التنقل الجديد، قانون جديد، كما أن تقنين استعمال وسائل تنقل جديدة والتنصيص على قواعد سيرها على الطرق سيوفر إطارا قانونيا يحمي من جهة مستعملي هذه المركبات ويتضمن من جهة أخرى مقتضيات لزجر المخالفين. وكان وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل قد أكد مؤخرا بمجلس النواب أنه في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومي. تم إعداد مشروع مرسومين بشأن قواعد السير على الطرق والذين يجادلون في طور المصادقة. وأوضح عبد الجليل أن التعديلين الذين جاءت بهما هذه المبادرة التشريعية يصبان في التنصيص عن مقتضيات من إحداث تعريفين لمفهوم مركب التنقل الشخصي بمحرك تروتينات إلكتريك، والدراجة كذلك يدوس مساعد وتحديد شروط الاختصاص التقنية والواجب توفرها في مركب التنقل الشخصي بمحرك، والدراجة بيدوس مساعد وتحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعمل الطريق العمومي. وفي انتظار صدور قانون يؤطر استعمال هذا النوع من المركبات يبقى الاستعمال العقلاني للتروتينات الكهربائية وغيرها من وسائل التنقل الجديدة والنوعية والتوعية والتحسيس، فضلا عن توخي الحيطة والحذر، ضرورات ملحة لضمان سلامة ليس فقط مستعمليها بل وكافة مستعملين الفضاء الطرقي. والسلام عليكم ورحمة الله. إعلان جريدة أخبار الشعب، من الشعب إلى الشعب وصوت الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مع أخبار الشعب.